من ابرز الامور الغريبه جدا اللي انا سمعتها الفتره دي كلام الانبا رفائيل على موضوع الصيام. الاصل التاريخي لصوم العذراء مريم هو زي ما حضرتك قلتي ان هو الصيام فرضه الشعب على الكنيسه، مش الكنيسه هي اللي حددته. ده فعلا الشعب هو اللي بيفرض عندكم؟ يعني احنا عندنا اللي بيشرع الله سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، لكن انتوا عندكم الشعب نفسه هو اللي بيشرع الصيام حقيقي بجد عادي كده؟ لا يرد ذكر عن صيام العذراء في القرون الاولى، وبعدين بدايه من القرن الخامس بدا يظهر اشارات عن الناس بتصوم صيام للعذراء. ده امتى؟ في القرن الخامس. ايه يعني يسوع جه وبتاع، كان الطبيعي يعني كان يبقى فيه اهتمام حتى اللي هو صوموا مثلا من هنا لهنا، مفيش خالص. كان في البدايه يمكن يكون 3 ايام فقط. في البدايه كان 3 ايام وبعد كده تمددوا. ده انتوا على كده يعني احنا لو صبرنا عليكم 100 200 سنه كمان ده انتوا ممكن تصوموا باقي السنه ويبقى اسمه صيام العذراء. وبعد كده بدا الناس هي اللي تطالب ان يبقى اكتر من كده. الناس هي اللي بتطالب بجد وربنا يعني انتوا الناس عندكم هي اللي بتقول احنا نصوم امتى؟ يعني دي مش تشريعات بقى والكلام ده. ما هو تشريعات ليه؟ لو كان بولس كان مهتم بالجاكيته بتاعته فما كانش فاضي الموضوع الصيامات والحاجات دي، وكان بيبعت لتلميذه وبيقول له ازيك وازاي امك وازاي تيتا. ده كلام طبعا القس يوسف سمير مش كلامي. واضح ان الشعب من محبته للعذراء هم اللي بيحبوا الصيام ده وهم اللي فرضوه. انتوا متخيلين؟ هم اللي فرضوه. دي حاجه حلوه في الشعب القبطي ان هو يحب الصيامات يعني. بيحب بيشرع لنفسه هو اللي فرضها.